أنا فخورة جدا بالتتويج، خصوصا بلدي الجزائر هنا في باريس. حضرت تقريبا 8 سنوات وأنا حاضر هذا الأولمبياد. الحمد لله اليوم كنت في الموعد وربحت بالمقابلة، فزت بالمقابلة. إن شاء الله مقابلة ثانية وإن شاء الله تتويج كذلك. أود أن أشكر العالم كله من بيان سبور. إيمان فزت في الميدان وكسبت تعاطف كل الشعب. نعم، هذه قضية تمس كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى، أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عندي الله. الله أكبر. شكرا. مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلق الجدل. الكاتب البريطاني ريتشارد دوكنز كان من أوائل الذين انخرطوا في النقاش، متهما إيمان واللاعبة التايوانية بخداع العالم. فقد قال تم السماح لرجلين متنكرين في هيئة نساء بممارسة الملاكمة ضد نساء حقيقيات في الألعاب الأولمبية. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أيضا دخل بدوره على خط الجدل، فرد على تدوينة دوكنز بالقول: من الواضح للغاية أن هذا غير عادل. طيب، رياض محرز نشر تدوينه عبر خاصية ستوري قائلا: كلنا معك إيمان. وعلى المنوال ذاته علق اللاعب المحترف في نادي ميلان إسماعيل بن ناصر قائلا: